تخيل تصحى الصبح تلاقي صندوق غامض قدام بيتك. صندوق ممكن يخليك مليونير في ثانية، بس التمن هو حياة إنسان متعرفوش. هتضغط على الزرار ولا ضميرك هيمنعك؟ في سنة 1976 مهندس في ناسا اسمه آرثر لويس عايش في هدوء في ضواحي فيرجينيا، عايش مع مراته نورما مدرسة في مدرسة خاصة راقية وابنهم الصغير والتر. عيلة لويس عايشين حياة مستقرة ومرتاحة في بيت جميل، وزيهم زي أي عيلة بيعملوا اللي يقدروا عليه عشان يحافظوا على الاستقرار اللي تعبوا عشانه. آرثر بيقضي أغلب وقته مخلص لشغله في ناسا، شغال في مجال البصريات وشارك في تصميم تلسكوب فايكنج بتاع المريخ. ونورما بتحاول توازن بين شغلها كمدرسة في مدرسة ابنها وبين رعايته والاهتمام بالبيت. في صباح يوم شتوي بدري والكل نايم، نورما بتسمع جرس الباب، بتقوم من السرير وهي نعسانة وبتنزل السلالم وهي بتعرج، وبتسأل نفسها مين ممكن يجي في وقت بدري زي ده؟ يا ترى مين اللي واقف ورا الباب في الفجرية؟ لما بتفتح الباب بتتفاجئ بصندوق صغير محطوط على العتبة، وبفضول بتاخده وتدخل بيه. بتهزر وتقول هو سانتا كلوز جه بدري السنة دي. الزوجين بياخدوا الصندوق وبعد لحظات بيجهزوا الفطار مع والتر اللي بيسلي نفسه بنظريات خيالية عن طبيعة الصندوق. ولما الثلاثة بيتجمعوا على الترابيزة، آرثر بيفتح الصندوق بفضول. مراته بتسأله تعرف السيد ستيوارت؟ بيرد عليها أنا معرفوش، أنت تعرفيه؟ بعد ما بيبصوا للصندوق في صمت وفضول لكام دقيقة، كل واحد فيهم بيروح يشوف وراه إيه وبيستعدوا عشان يخرجوا من البيت. نورما بتهزر مع والتر وهي بتوصله لأتوبيس المدرسة قدام بيتهم، وبعدين بنشوف آرثر بيسألها بضحك مين ستيوارت ده؟ عشيقك السري؟ بيهزر معاها بحب قبل ما يتحرك بسرعة على شغله. لكن اليوم ده ما كانش يوم عادي أبدا، وكل اللي جاي هيقلب حياتهم. نورما بتروح شغلها وهي بتدير نقاش في الفصل. طالب قليل الذوق اسمه تشارلز بيقاطعها، بيسألها بوقاحة ايه اللي حصل لرجلك؟ أنا شفتك بتعرجي، هل حصل لها حاجة؟ نورما بتحاول تحافظ على هدوءها، بتقعد وبتوري الفصل رجليها اليمين المشوهة اللي هي سبب عرجتها. الفصل كله بيسكت من الصدمة ما عدا تشارلز اللي بيفضل باصص لنورما بابتسامة خبيثة. بعد لحظات بترتاح لما بتسمع جرس الحصة وبتمشي ورا طلابها لبره الفصل وبتحاول تهدي نفسها في السر. في مكان تاني آرثر بيوصل شغله وبيحضر مؤتمر صحفي لمديره نورم. الصحفيين بيسألوا ليه وكالة الأمن القومي متدخلة وإيه دورهم هنا بالظبط، بيطلبوا منهم يتكلموا عن الاختبار. آرثر بيتدخل وبيشارك رأيه عشان يفهم الصحفيين الأهمية بشكل أحسن. بيسألوه وإنت مين؟ بيرد بثقة أنا شاركت في تصميم الكاميرا اللي ورا دي. لكن اللي حصل مع نورما في المدرسة كان صدمة ما حدش يتوقعها. المدير بيطلب نورما لمكتبه عشان يبلغها بخبر سيء، بيقول لها إنهم لغوا خصم المصروفات بتاع أعضاء هيئة التدريس. وهي بتحاول تستوعب الصدمة وتفهم ده معناه إيه لعيلتها. بتلاحظ إن مناخير المدير بتنزف، بتقلق عليه وبتنبهه قبل ما تمشي. نورما بتشارك الخبر المحزن ده مع زميلتها، وزميلتها بتسألها آرثر رأيه إيه؟ نورما بترد هو لسه ما يعرفش. مقهورة من الخبر المفاجئ ومضغوطة من العبء المالي اللي هيقع على عيلتها، نورما بترجع البيت. كانت تتمنى تلاقي وقت تفكر في كل حاجة وتلاقي حل. بعد كام ساعة ونورما قاعدة لوحدها في الصالة بتحاول تهدي أفكارها، بتسمع جرس الباب. ممتنة لأي حاجة تخرجها من تفكيرها، بتفتح الباب لكنها بتتصدم لما بتشوف راجل غريب بوش مشوه واقف قدامها. الراجل بيقول لها أرجوكي ما تخليش شكلي يخوفك، أنا مش وحش. نورما بتهدي أعصابها وبتدخل أرلينغتون جوه البيت. بتسأله أنت بتحاول تبيع لي حاجة؟ وهنا بتيجي اللحظة اللي هتغير كل حاجة. أرلينغتون بيقول لها جملة واحدة مرعبة لو ضغطتي على الزرار في شخص ما في مكان ما في العالم هيموت، والمقابل هتستلمي مبلغ $1,000,000. نورما بتشهق من الصدمة لما بتسمع عن الثروة دي، وهي بتبص لشنطة الفلوس بذهول. المفاجآت ما بتخلصش. بيقول لها هديكي ورقة $100 دي دلوقتي، معاك لحد الساعة 5 بكرة عشان تاخدي قرارك. نورما بتفكر لو دي مجرد نكتة سخيفة، وبتبص لأرلينغتون اللي ملامحه الهادية بتنفي الفكرة تماما وبتجبرها تفهم الموقف. بيحذرها انه مش مسموح ليها تناقش الموضوع ده مع اي حد ما عدا جوزها طبعا. بعد ما أرلينغتون بيمشي بفترة طويلة، نورما بتفضل متصلبة في مكانها، بتحاول تستوعب المقابلة الغريبة دي. في مكان تاني في مركز لانجلي للأبحاث، آرثر بيحط اللمسات الأخيرة على طرف صناعي كان بيصمم له بقاله شهور كمفاجأة لمراته حبيبته. بيحكي إنه لما كان عندها 7 سنين أخوها وقع حتة حديدة تقيلة على رجليها. في نفس الوقت في المركز، نورم بيدي آرثر جواب مسجل من طاقم رواد الفضاء وبيبتسم له بفخر قبل حتى ما يفتحوه ويعرفوا المكتوب جواه. الجواب بيقول انه اترفض. آرثر مذهول، بيقول ايه اترفضت يا آرثر لويس؟ آرثر مصدوم ومحبط جدا وبيرجع البيت. الهدوء اللي كان في البيت كان العكس العاصفة اللي هتبدأ جواه. اول ما بيوصل مراته بتحضنه بحب وتخفف عنه. لما بيهدى نورما بتحكي له عن مقابلته مع أرلينغتون. بيسألها أخدتي رقم عربيته؟ بترد وبتقول له لا، هو قال إنهم $1,000,000 وكانوا شكلهم حقيقي. بيقول لها باستغراب وهو ده اللي فارق. آرثر مستغرب من القصة العجيبة وبيمسك ورقة $100 يفحصها بدقة، وفجأة بيفتكر إنهم كانوا متفقين يهدروا مسرحية بالليل، فبيجهزوا بسرعة. وبعد ما دانا الجليسة بتاعت والتر بتوصل بيستعدوا يخرجوا. والتر بيسأل دانا بفضول هو اداكي مفتاح القاعة؟ أنا متأكد إنها بتعمل حاجة جامدة. آرثر بيسكته ويقول له كفاية كلام يا بقى، أنت نام على الساعة 10. برغم
ورغم وجودهم في المسرحية الزوجين مش عارفين يستمتعوا ولا دقيقة، عقلهم مشغول تماما بأحداث اليوم الغريبة وما قدروش يبطلوا كلام في الموضوع طول السهرة. آرثر بيسألها نكلم البوليس؟ نورما بتقوله لو قلنا لأي حد الاتفاق هيتلغي. بالليل الزوجين بيرجعوا البيت وآرثر بيفحص الصندوق الغامض باهتمام، بيقول ألمونيوم معالج، إزاز منفوخ يدوي شكله غالي. ونورما بتبص بقلق. آرثر بيفكك الصندوق بحذر وبيتفاجئ إنه فاضي من جوه، لكن يا ترى الفلوس حقيقية ولا فخ؟ الإجابة كانت أسرع من توقعهم. الزوجين المضغوطين بيكملوا كلام عن الصندوق وهم بيستعدوا يناموا. بيسألها هتضغطي عليه ولا لا؟ برغم تعبهم من اليوم الطويل بيفضلوا يتناقشوا في المعضلة دي حتى وهم في السرير. آرثر بيسأل ليه محتاجين $1,000,000 عشان نكون مبسوطين؟ نورما بترد عليه وتقول له إحنا مش محتاجين. تاني يوم الصبح بعد الفطار نورما اللي حاسة بضغط رهيب بتعلن قرارها، بتقول هضطر أجل عملية رجلي. آرثر بيرفض وبيقول لا مش هنعمل كده، انت محتاجة العملية دي. وهو بيحاول يقلل من أهمية الموضوع نورما بتدخل الصندوق في الفرن بانهيار عشان تبعده عن عينيها وتفكيرها، وبينزلوا شغلهم. في مكان تاني عالم اسمه جيفري شغال في ناسا بيجيله مكالمة مرعبة وبيقول اقفلوا كل الأبواب، وبيضيف أنا في طريقي للبيت. في الوقت ده في الشغل آرثر بيختبر الفلوس وبيكتشف إن ورقة $100 حقيقية. بين الشك والخوف الزوجين بيفضلوا يبصوا لبعض وللصندوق لكام دقيقة، وفي اللحظة دي نورما بتندفع وتضغط على الزرار، بتقول ده مجرد صندوق. في مكان تاني في نفس اللحظة دي بالظبط وكأن العالم بيكذب كلام نورما، عاملين الطوارئ 911 بيستقبلوا مكالمة استغاثة. واحدة بتسأله يعني انت سمعت صريخ عالي وبعدين ضرب نار؟ وبعدها البوليس بيوصل للمكان وبيلاقي الست مقتولة في الصالة، بنتها الصغيرة مقفول عليها في الحمام وبتعيط من الرعب. في الوقت ده أرلينغتون بيوصل بيت لويس وبيقابل آرثر رغم انه سمع عن تشوه الراجل من نورما بيتصدم من المنظر وبيفضل باصص له في صمت لكام دقيقة. أرلينغتون بيتجاهل رد الفعل ده وبياخد مفتاح الصندوق وبيكمل مهمته. بيقول انت قلت قبل كده ان وحدة الزرار هتتبرمج من تاني، وانا بوعدك ان العرض ده هيتعرض لشخص انت ما تعرفوش. لما آرثر بيستوعب اللي بيحصل بيجري ورا أرلينغتون بالشنطة وبيلحقه في الممر. بيقول له احنا مش عايزين فلوسك، خدها. لكن الرد كان انا آسف يا سيد لويس، الزرار انضغط خلاص. أرلينغتون بيمشي بعربيته بسرعة وبيجبر الزوجين يرجعوا جوه. بسرعة بيسمعوا صوت والتر وهو راجع وده بيخليهم يحاولوا يتماسكوا. آرثر بيجري على البدروم يقفل على الشنطة في الخزنة، ونورما بتلهي ابنهم في المطبخ. في مكان تاني البوليس بيناقشوا القضية، بيسألوا هل الزوج عنده سوابق؟ ضابط بيرد هو عالم صواريخ شغال في ناسا. في بيت لويس الزوجين المنهكين بيلبسوا بهدوء وبيجهزوا لعشاء بروفة الفرح. آرثر بيدي نورما هديتها الخاصة اللي هتحسن حياتها كتير، بتجربها فورا وبتشكر جوزها الحنين اللي تعب عشان يخفف وجعها. لكن الصدمة الحقيقية كانت مستنياهم في العشاء. أول ما بيوصلوا العشاء أهل نورما ديك ولانا بيلاحظوا مشيتها اللي اتعسنت وبيباركوا لها. بعدين ديك بيعلن عن سحب على هدايا بمناسبة العيد وبيبدأ اللعبة وبيقول جوز بنتي ومش انت يا آرثر، وبيقول له تعال هنا وبيسأله تختار أي هدية تعجبك، فبيرد يقول له هاخد دية. آرثر بيتصدم لما بيشوف صندوق نسخة طبق الأصل من الصندوق اللي جالهم وعمل لهم كل الرعب ده، وبيقف مكانه مش عارف يقرر. الموقف بيبقى أسوأ بسبب تشارلز اللي واقف ورا بيبص لآرثر بنظرات مرعبة بتوتره. بعد تردد كبير آرثر بيختار الصندوق المغمض وبيرجع مكانه عشان يفتحه مع نورما. بيتصدموا لما بيلاقوا صورة قديمة لأرلينغتون قبل ما يتشوه. آرثر بيرتبك وبيقول لا دي حاجة بينا. في نفس الوقت في البيت دانا وهي بتخلي بالها من والتر بتشوف خيال شخص بيعدي من قدام الشباك، لكن بدل ما تخاف بتكمل كلامها بهدوء مع والتر عن أبوه. والتر بيقول لها هو ساعد في تصميم الكاميرا وأنا لقيت طريقة أفسر بيها البيانات وأطبعها على فيلم. والسؤال هنا ليه دانا مش خايفة من الخيال اللي بره؟ في العشاء لانا بتروح لآرثر وهي فرحانة جدا ببنتها وبتقول له ممتازة. بيرد وبيقول لها شكرا. بيتفرجوا بسعادة على نورما وهي بترقص وفرحانة بالتطور ده. بعدين رغم طلب نورما انه ما يدخلش ابوها في الموضوع آرثر بيروح لديك بيسأله تفتكر تقدر تعرف مين صاحبها؟ ديك بيرد وبيقول ايوه اكيد. وبعدين الحفلة مستمرة وآرثر بيعرف حكاية تشارلز وبيغضب جدا وبيعرف انه اهانها قدام الفصل كله واتريق على رجلها. في الوقت ده نورما بتتبلغ ان ليها مكالمة وجرسون بياخدها لورا وفجأة مناخير الجرسون بتبدأ تنزف. نورما مصدومة بتنبه الراجل وبتساعده ينظف الدم. صوت في التليفون بيقول لها انا شايف ان جوزك كلم البوليس عن عربيتي، الاختبار هيستمر لحد ما وحدة الزرار تتبرمج من تاني. وبتسأله تقصد ايه بالاختبار؟ مع مرور الوقت بالليل الامور بتخرج عن السيطرة. تشارلز بيفضل يستفز آرثر لحد ما آرثر بيواجهه بيزعق فيه وبيمسكه من لبسه بعنف. محبطين ومحرجين عيلة لويس بيمشوا من الحفلة بدري ويرجعوا البيت. هناك
بعد ما آرثر بيحاسب دانا بيعرض يوصلها وبياخدها لعربيته. بتقوله ايديكم متلطخة بالدم، وبتضيف في حد بيتحكم فيكم، ما تتسرعش في الاستنتاجات، هتوقعوا نفسكم في مشاكل كبيرة. وفجأة دانا مناخيرها بتنزف ويغمى عليها، وبعد ما بيفشل يفوقها آرثر بيسوق بسرعة للأوتيل، ولما بيركن بيفتش في شنطتها عن بطاقتها وبيتصدم لما بيعرف إنها مش من المنطقة. بعد لحظات دانا بتفوق فجأة، بتقوله لازم تمشي من هنا، المكان مش أمان ليك. دانا بتتجاهل آرثر وتدخل الأوتيل، وكل النزلاء بيبصوا لها في نفس اللحظة بشكل غريب. بتدخل أوضتها اللي مليانة خرايط مراقبة وصور لعيلة لويس، وبتسأل نفسها انت مين يا دانا؟ بره الأوتيل وكأنهم شغالين بعقل واحد، باقي النزلاء بيخرجوا لحمام السباحة وبيبصوا للفراغ في نفس اللحظة. آرثر بيرجع البيت مرعوب وبيحذر مراته، بيقول لها اسمها سارة ماثيوز وعايشة في بوسطن. في الليلة دي والزوجين مش عارفين يناموا، آرثر بيفتكر حاجة فجأة، صورة أرلينغتون القديمة بتيجي في باله. بيجري على البدروم ويفحص صورة قديمة لفريق ناسا، وبيتصدم صدمة عمره لما بيلاقي أرلينغتون فيها. تاني يوم الصبح الخطر بيقرب أكتر وأكتر. نورما قاعدة لوحدها وبترد على التليفون بخوف. الصوت بيسألها جوزك قالك هو رايح فين النهاردة؟ بتسأله ممكن أشوفك؟ بيرد أنا شايفك دلوقتي حالا. نورما مرعوبة بتبص من الشباك ببطء وبتستغرب لما بتلاقي راجل تاني غريب هو اللي بيراقبها. إزاي أرلينغتون عارف كل ده؟ قبل ما نورما تسأل أرلينغتون بيقفل السكة وبيسيبها بأسئلة أكتر من الأول. في مركز الأبحاث نائب مدير وكالة الأمن الدولي مارتن تيج بيقابل نورما ورجالته، بيقول النشاطات دي هتشمل أحيانا موظفين من ناسا. في الوقت ده آرثر بيروح لديك في القسم عشان يسأله عن المعلومات اللي عرفها من رقم عربية أرلينغتون. بيقول له دي عربية مدينة مرخصة لاستخدام وكالة الأمن الدولي. آرثر بيردد بصدمة الأمن الدولي. بعدين بيلاحظ صور لمسرح جريمة وبيسأل ديك عنها. بيسمع كلام ديك بنص انتباه وبيسأل نفسه لو وقت الجريمة متطابق مع اللحظة اللي ضغطوا فيها الزرار، وبيسرح في أفكاره. بيسأل ديك وبيقول له تقدر تاخدني لبيته؟ آرثر بيستجمع نفسه وبيتطوع يروح مع البوليس لمسرح الجريمة. لما بيوصل بيلاقي صورة متعلم عليها بشكل غريب وبيسرقها. في الناحية التانية من المدينة نورما تشتري حاجات مع والدتها وبيتكلموا عن اللي حصل في العشاء. فجأة ست غريبة بتقرب منها، بتقول لها ناسا ما تقدرش توقف ده، كل الخاضعين للاختبار تحت سن ال40، متجوزين وعندهم طفل واحد. الست بتبدأ تنزف وبتصرخ، وأمها بتقول يا إلهي هي بتنزف جامد، وبتقول حد يطلب المساعدة. نورما بتخاف وبتقطع مشوارها وترجع والدتها البيت. بعدين نورما بتمشي ورا الرسالة وتروح المكتبة، وهناك بتشوف آرثر بالصدفة اللي كان ماشي ورا الدلائل اللي في الصورة. بتستخبى منه عشان تتأكد إنها تنفذ الرسالة بالحرف. آرثر بيدور بحذر في الرفوف، وبعد دقايق بيلاقي الكتاب اللي بيدور عليه. لكن أول ما بيفتح الكتاب الجنون بيبدأ، وكأنهم عقل واحد. كل الرجالة اللي في المكتبة بيبصوا لفوق، ومجموعة منهم بتبدأ تطارد آرثر وهو بيحاول يهرب. بيتصدم لما بيلاقي رجالة بيتصرفوا بنفس الطريقة قاعدين في الأوضة الكبيرة، ولما بيكمل بيرتاح لما بيلاقي ست شكلها هي المسؤولة عنهم، وبيقرب منها وبيسألها انت مراته؟ بترد وبتقول له انا كليمنج. آرثر بيمشي ورا كليمنج في الأوضة وبيندهش لما بتكشف عن 3 بوابات مائية ومناخيرها بتبدأ تنزف جامد. بيسألها ايه اللي ورا البوابتين التانيين؟ بترد وبتقول له العذاب الأبدي. وفي الوقت اللي الكل فيه منشغل باللي بيحصل، نورما بتدور بهدوء على شريط وبتشغله، وبتلاقي عليه فيديو لأرلينغتون. وهي بتدرس الفيديو ستات غريبة بيوجهوها تقابله، وبتقعد معاه فعلا. بتسأله هو ده اللي حصل لك؟ انضربت ببرق. في الناحية التانية البوابات المائية بترتفع لآخرها وتذهل كل الموجودين اللي بيراقبوا آرثر باهتمام. أرلينغتون ونورما بيكملوا كلامهم. بيسألها حسيتي بالحب ناحيتي؟ بترد وبتقول له أيوة. فبيسألها وبيقول لها ليه؟ آرثر بيحاول ياخد وقته عشان يختار صح، وبعد كام دقيقة بيعلن اختياره. في المقابلة نورما بتفاجئ أرلينغتون جدا لدرجة إنه بيضطر يسكت لحظات عشان يستوعب كلامها. بتقول له شفت الوجع على وشك وأنا بس فهمته. وهو لسه مذهول من كلامها أرلينغتون بيمد إيده ليها ببطء، لكن أول ما بتمسك إيده يغمى عليها. في الوقت ده آرثر بيمشي جوه البوابة المائية اللي اختارها ومبهور بالممر المنور وبيحاول يستوعب كل حاجة. فجأة الزوجين بيلاقوا نفسهم في بيتهم من غير ما يعرفوا وصلوا ازاي. الرجوع للبيت كانت بداية النهاية المرعبة. والتر بيستغرب ويجري على فوق عشان يطمن عليهم، وهم بيحاولوا يهدوا ويستوعبوا. والتر بيقول لهم انتوا جيتوا بالعربية ودخلتوا من الباب زي الزومبي من غير ولا كلمة، مش قادرين يتكلموا عن اللي حصل حتى مع بعض. فبيجهزوا بهدوء وبياخدوا والتر ويروحوا الفرح. مارتن بيوضح لنورم حقيقة زميله القديم، بيقول له زميلك أرلينغتون ستيوارت انضرب ببرق وهو واقف هنا على المنصة دي. في الوقت ده عائلة لويس بيحاولوا يتجاهلوا اللي حصل لهم وبيحاولوا يستمتعوا بالفرح، وبياخدوا نظرات سريعة لبعض عشان يطمنوا. مارتن بيروح لأرلينغتون يسأله عن مهمته، بيقول له أنا بقدم البيانات لرؤسائي، وبيسأله إزاي ننجح في الاختبار. بيرد وبيقول له
لو عدد كبير منكم ما نجحش الاختبار هينتهي. في الناحية التانية من المبنى الضخم آلاف الناس بيستعدوا. مارتن بيسأل أرلينغتون هتبعتهم فين؟ بيرد عليه وبيقول له عشان يجهزوا للاختبار الجاي. في الفرح وآرثر بيرقص مع مراته أخيرا بيحكي له اللي شافه. بعد دقايق آرثر بيحس بدوخة وتعب وبيطلع بره يشم هوا، وولتر بيراقبه من بعيد بقلق، لكن بمجرد ما بياخد خطوتين بره جيفري بيهجم عليه وبيرفع عليه السلاح. بيقول له اركب العربية، فبيرد عليه وبيقول له حاضر. بعد دقايق والتر بيقلق على ابوه وبيخرج من الفرح يدور عليه في الضلمة، ونورما بتبص برعب وبتصرخ بأعلى صوتها. راجل غريب بيخطف والتر. مجموعة من الرجالة بيظهروا من العدم ويكتفوا الأم المنهارة عشان يسكتوها. جيفري بيسوق بآرثر وبيحكي له كل اللي يعرفه عن اللي بيحصل، وبيقول دي نقطة ضعفه ولسه معرفش ازاي يدخل جوه عقولهم من غير ما يلاحظوا. لكن اللعبة لسه ما خلصتش والجزء المرعب منها لسه هيبدأ. والتر بيتقدم لأرلينغتون في الهوتيل، وفي العربية جيفري وآرثر بيكملوا كلامهم. بيقول معاه كل حاجة يحتاجها، جيش، مخابرات، مكتب تحقيقات فيدرالي. آرثر بيدرس الملفات باهتمام، وفجأة العربية بتقف قدام راجل عجوز لابس زي سانتا كلوز، وهم بيحاولوا يفهموا في ايه. عربية نقل بتخبطهم. لما البوليس بيوصل بيلاقوا جيفري ميت ومفيش أي أثر لآرثر. مارتن بياخد نورم لمركز الأبحاث وبيستنوا بره والظباط محاوطين المبنى. بيتصدموا لما بيشوفوا آرثر خارج وهو مصدوم وبيقع على ركبه. واحد بيقول له أيا كان اللي هيحصل لك من هنا ورايح هيكون ليه عواقب أكبر بكتير مما تتخيل. تاني يوم الصبح آرثر ونورما راجعين بيتهم وهم منتهيين. أول ما بيدخلوا الهدوء المرعب بياكل فيهم وبيعيطوا وهم بيفكروا في ابنهم، لكن لما بيدخلوا جوه بيتصبوا بوجود أرلينغتون مستنيهم في المطبخ. بيسألوه فين ابننا؟ بيرد وبيقول لهم هو في مكان أمان، هنوصله كمان شوية. أرلينغتون بيقول لهم أنا خايف أبلغكم إن حستين من حواس ابنكم متعطلوا. قدامكم اختيارين دلوقتي، في رصاصة واحدة تقدر تضربها في قلب مراتك وتموتها وابنك هيرجع طبيعي. نورما بتكره نفسها لأنها دخلت عيلتها في المصيبة دي، وعشان تنقذ عقل جوزها بتفكر في حل وبتقول خليني أقتل نفسي. آرثر ملوش ذنب في ده. آرثر ما بيقدرش يستحمل اللعبة القاسية دي، وأول ما أرلينغتون بيلف وشه بيرفع عليه السلاح ويهدده بالقتل. نورما المكسورة بتجري ورا أرلينغتون وتلحقه على الباب. بتسأله هل ممكن تسامحني؟ بيرد وبيقول لها ابنك مقفول عليه في الحمام الدور اللي فوق. أرلينغتون بيراقب الزوجين اليائسين وبيمشي. أصعب قرار ممكن إنسان ياخده في حياته. أول ما بيبقوا لوحدهم بيجروا على فوق عشان يشوفوا والتر، بس بينهاروا لما بيكتشفوا إن الحمام مقفول من جوه. والتر بيصرخ من جوه وبيقول لهم أنا مش شايف، أرجوكم افتحوا. نورما بتسمع صراخ ابنها اللي بيطلب المساعدة وبتتخيل لرعبه وبتنهار تماما. بتندم من قلبها إنها لمست الزرار اللي دمر عيلتها الهادية، وبتعيط بانهيار وهي بتدرك إنها عشان تنقذ ابنها الوحيد اللي هو كل دنيتها لازم تاخد القرار المستحيل وتضحي بحياتها، وهي عارفة إن القرار ده لازم يجي منها هي ومحدش غيرها. نورما بتستجمع كل قوتها وشريط حياتها بيعدي قدام عينيها. بتهدي جوزها وبتنزل معاه عشان تودعه. بتقول له ما اقدرش اسيبه كده، ده الحل الوحيد. آرثر بيقول لها سامحي نفسك يا نورما، ما اظنش ان حد فينا كان هينجح في الاختبار ده. آرثر والدموع مالية عينيه بيضرب النار وبيقتل مراته حبيبته وبينزلها على الارض ببطء. في مكان تاني زوجين غيرهم بيستلموا نفس الصندوق، وبعد تردد الزوجة بتضغط على الزرار وأرلينغتون بيزورهم عشان يكمل دايرة العذاب والألم. عاملين الطوارئ 911 بيستقبلوا مكالمة استغاثة. الصوت بيقول 7321 شارع بارك في أنتن. في البيت آرثر المكسور بيفتكر والتر فجأة وهو بيطمن عليه من ورا الباب المقفول. البوليس بيوصل. آرثر الغرقان في حزنه وصدمته نسي تماما الجريمة اللي عملها، وبيتخض لما بيلاقي البوليس المسلح بيقرب منه بحذر، ولما بيستوعب بينفذ أوامرهم وبيتقبض عليه، والبيت الهادئ بيتقلب رأسه على عقب. وبينما آرثر بيركب العربية البوليس من غير حتى ما يشوف ابنه اللي عمل عشانه المستحيل، نورم بيقرب منه بخبر يطمنه. بيقول له هم أكدوا لي إنك أنت وابنك هيتعمل ليكم اللازم وتكونوا في أمان. ومن ورا شباك الحمام والتر المرعوب بيبص لبره، ورغم إنه مش فاهم إيه اللي بيحصل قلبه بيتكسر وهو شايف أبوه بيتاخد بعيد. وهنا بتخلص الحكاية. بس السؤال الحقيقي ليك، لو مكان نورما وآرثر والصندوق ده جالك وفيه $1,000,000 كنت هتضغط على الزرار وتخاطر بكل حاجة؟ مستني رأيكم في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. سلام.